السلام عليكم. الآن وقفنا على أساس بنصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. فوجدنا أحد الإخوان الأخ محمد، وجدناه يعني هو طبعا مسلم وسعد فينا سعادة كبيرة بحكم أنه يندر في هذه البلد. للأسف المسلمين نعرف أنه 70% من سكان سريلانكا هم من البوذيين، وال30% الباقية الأخرى من جميع الطوائف والملل، من الكاثوليك ومن المسلمين ومن الطوائف الأخرى. الأخ محمد وجدناه هنا ودلنا على هذا المسجد. كيف حالك يا أخ محمد؟ الحمد لله بالخير والعافية. تحب المسلمين؟ نعم، أحب المسلم والمسلمين. تسعد عندما تشاهد أحد المسلمين هنا في سريلانكا؟ نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. ماذا تتمنى يا أخ محمد لهذه الحياة؟ أنا أتمنى الحج والعمرة. ما شاء الله. لم تستطع الحج؟ وما وجدت حتى الآن. الأخ محمد لم يستطع الحج بحكم ظروفه المادية الصعبة، ويناشد أهل الخير في أي مكان لمساعدته ومساعدة قريته. طبعا لما سألت أنا هذه قريتهم. ما اسم القرية يا محمد؟ جنتوتا. جنتوتا قريب من قرية ناحية غالي. نعم، قريبة من الغالي اللي هو المكان الذي ضربه تسونامي. بناخذ تقرير عنه بعد قليل. قال لي إنه المسجد هذا تساعدوا أهل القرية في بناءه. أنا ما بعد دخلت المسجد، الآن بدخل أصلي، ما شفته من الداخل، ولكن قال إنه القرية تحتاج الكثير والكثير بما أنهم مسلمين ومعدمين في نفس الوقت. أما الأخ محمد فأمنيته فقط أن يرى بيت الله. شكرا لاستماعكم. السلام عليكم. حنا الآن في منطقة تسمى غالي. هذه المنطقة بحكم أنه يعني سريلانكا الآن يعني وقعت في غرام الأوروبيين وبدأت تنبطح لهم سائرهم في التفسخ وفي قلة الحياة. نالها من تسونامي أو من حب تسونامي جانب وضرب هذه المنطقة تحديدا. طبعا المنطقة تم إعادة إعمارها من جديد، ولكن هي المنطقة أساسا فيها بعض الحصون وقلاع أيام الاستعمار. نحن نعرف أنه سريلانكا استعمرت من أكثر من دولة، على رأسها هولندا وبريطانيا، وبقي فيها آثار للقلاع والحصون الهولندية والبريطانية زي ما تشوفون الآن. موف شادو موف. هذه القلاع. طبعا أنا ما أعرف يعني وش الهولندية وش البريطانية، ولكن هي مجتمعة الآن كلها مع بعض. المنطقة هذه فيها الحصونهم جميعا يعني طبعا الإنجليز موجودين الآن، وربما الهولنديين يعني جايين يشوفون أو يقفون على تاريخ آبائهم وأجدادهم الغاشم والمستبد والفاشي والظالم. زي ما انتم شايفين هذه كلها قلاع وحصون خاصة بالإنجليز وبالهولنديين. كان كبير، وقتكم لا يتسع المزيد. أشكركم على المتابعة.